واليوم يا شباب جبنا لكم الشيف ابو قويديمه للفيران في محل وساكنين ديما. تحضير الوجبه كنستعملوا القليل من زيت الموطور. في الاول ضروري كيقطع القليل من الفلفل الاحمر الغير مغسول، وفقس بيضة منتهية الصلاحية، وإضافة القليل من الخلايا الجلد الميتة، وبعد البهارات، وسكب جميع المكونات في مقلاة تحتوي على 90% من الصدأ. ولاحظنا أن المقلاة فيها اعوجاج كبير لأن الفئران تستعملها لرقصة القعدة بالليل. وبعد ذلك تقطيع الفطائر بهذا الشكل وتغميسها في المكونات وتبغيج وتفعيس وتدعيس كل هذه الفطائر، وكذلك إضافة ورق الجورنال ليعطي نكهة السموم الطبيعية. بحركة رشيقة يقوم بهذه الطريقة وإكمال التفعيس والتدعيس والتبغيج وإضافة بعض البهارات الغير معروفة المصدر وتقديمها شهية طيبة. إلا كيعجبوك بحال هاد الأنواع الفيديوهات شارك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك الفيديو الجديد.